على اخواتي، عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني. طبعا النهارده هنعمل ايه؟ ملوخيه. ماشي معايا حبه شوربه بط كده، قلت والله ما فوتهم الا ما اعمل عليهم ايه؟ حبه ملوخيه. ومعايا الطاسه كده، هحط بقى ايه؟ معلقه حته سمنه كده حلوه زي ما انتم شايفين كده اهو. وهنا التوم انا مش مكتره توم، في ناس بتحب التوم كتير، انا حاطه بس فص واحد، مش مكتره توم خالص. احنا عندنا مشاكل مع التوم. وبعدين انا ما بحطش الكزبره دلوقتي، مع لازم التومه الاول ايه؟ التومه تحمر وتاخد لون كده، لون اصفر فاتح كده، اقوم جايه نازله بقى بايه؟ بحبه الكزبره. ليه يا هبه؟ عشان الكزبره ما تتحرقش. اللهم صل على النبي. الملوخيه دي بتاعت السنه اللي فاتت، لما مفرزاها معاكم السنه اللي فاتت، ملوخيه الخلاط. بصوا بقى انا مطلعاها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هفتحها معاكم واوريها لكم خضره. بصوا جنه اهي، بصوا اهي. ملوخية السنة اللي فاتت هي بتاعت الخلاط. كنت بقى نعمل حبة ملوخية، عاملين رز معمر، وعندنا برضو لحمة، بس أنا حابة أعملها بحبة شوربة البط اللي باقيين عندي دول. بس كده بقى حبة التوم بقى العسل دول بحتة السمنة. بس أنا ما بحبش أحط زي ما قلت لكم الكزبرة عشان ما تتحرقش في الأول، عشان ريحة التومة تطلع كده وتبقى لونها أصفر، أقوم جاية نازلة عليها بحبة إيه؟ كزبرة. ونسمي الله. الشوربة هي بتاعتنا أهي. أقوم جاية نازلة بقى بإيه؟ شايفين؟ وريهم الملوخية لونها عامل إزاي، عشان اللي يقول لي هبه الملوخية بتسود، الملوخية مش عارفة دي فيها إيه. الملوخية يا جماعة زي الفل أهي. أهي قلب بقى التقليب المستمر كده، شايفين عاملة إزاي في الحلة؟ أهي. وكمان ده الإضاءة كمان ظلمها. هنزل بقى أوريهم التومة. هنزل بقى دلوقتي في المرحلة دي، هنزل بإيه؟ بحبة الكزبرة، المعلقة ملك بعد إذنك، زي ما انتوا شايفين كده. خلي بقى التومة تاخد ايه مع حبة الكزبرة كده بقى، ايه التومة تخش في اللون الذهبي مع الكزبرة. والتقليب بقى المستمر في ايه؟ طبعا الملوخية ما بتتغطاش. قلب 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 كده، لقيتيها خفيفة تقدري تضيفي لها ايه؟ لو عندك ملوخية ضيفي لها قطعة ملوخية. الملوخية تقيلة ضيفي لها حبة شوربة أو حبة مية لو ما عندكيش شوربة. شايفين الملوخية؟ ملوخية الخلاط اهي. بصوا هوريكم، انا هجيب لكم كيس كده انا كنت مفرزاها ازاي، واوريكم شكلها عشان ما تقوليش ايه بنضحك عليها. الملوخيه اللي مفرزاها السنه اللي فاتت اهي. بصوا انا بحب ان انا ايه؟ افرزها كده، بحيث ان حتى بفرز اي حاجه كده، عايزه صلصه عايزه حاجه، بفرزها كده بحيث ان هي تبقى سهله. يعني لو كسرتيها تتكسر معاك القطعه اللي انت ايه عايزاها، من السنه تفضل من السنه للسنه خضرا جنة زي ما انتم شايفين كده. شايفه الملوخيه عامله ازاي في الحله؟ قسما بالله تحفه، وعاملاها في الخلاط ما فيهاش. زي ما انتم شايفين طبعا الملوخيه ده تقولي بتعمليها ازاي في الخلاط يا هبه؟ بقوم جايه مقطفاها، وبعد ما بقطفها بغسلها، وبقوم جايه فردها على ملايه تحت المروحه، ما بطلعهاش في الشمس عشان الشمس ما تسودلكيش الايه؟ الملوخيه. واما تلاقي احس ان المروحه نشفتها كده، واقلبها كده وبقت الملايه نضيفه كده، واقوم جايه منشفاها كويس الملوخيه، واقوم جايه حطاها في الخلاط ومعاها كبشه شوربه. كل نوبه في الخلاط كده معاها كبشه شوربه، كبشه صغيره مش كبيره. وتسيبيها بص الشوربه بارده، الشوربه تبقى بارده مش سخنه. زي ما انتم شايفين كده طالعه في منتهى جمالها وريحتها تحفه. شايفين الملوخيه؟ القوام بتاعها جميل جدا. مش عايز حاجه دلوقتي مش عايزه بقى. بصوا هاتي لي الكبشه كده يا ملك، الكبيره شويه اهي. خدي بقى المعلقه دي كده. بصوا شايفين الملوخيه؟ بصوا، بصوا الخضار، بصوا الجمال. ولا حاطه لها خضره معاك، كل حاجه ما فصلتش الفيديو معاك واحده واحده. ولا حطيت لها خضره، ولا حطيت لها مش بتاعت كزبره ولا اي حاجه اهو. شايفين؟ شوربه البط اصلا عامله شغل جامد لوحدها. شايفين القوام بتاعها؟ اهو. احلى ملوخيه. احنا بنحبها ايه؟ نعم، ما بنحبهاش. بلاقي ناس عاملينها مورقه كده وورق فيها خشن كده، ما بنحبهاش كده. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين؟ كل حاجه بتتكلم عن نفسها. خلاص التومه هنا هي ايه؟ احمرت مع الكزبره كده. هعمل دلوقتي ايه؟ نقول ايه؟ شايفين الطشه دي؟ هي دي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حبه ملوخيه هتفش لعدوك عليه. شايفين؟ تغلي غلوتين ونطفي عليها بقى شويه زي ما انتوا شايفين كده.
بلزقه بقى.